ميفا باش نحكي لكم قصة وعبرة بجرب يتبعوها للآخر. شوف هذوما فهمتني جماعة أصحاب قرروا إنهم باش يهربوا من البلاد، وهذه قصة بالحق زاد. جماعة ذومية فهمتني وصلوا لأوروبا وكل بعد كل واحد فيهم يتشتت في بلاصة. جماعة ذومية كان فاهم واحد من الأول ربي مسهل له، كانت الحياة قدامه سهل. مشى دخل فهمتني عمل تف تعرف على الرزفيت فيه عمل له وريقاته. وجماعة الآخرين كانت فهمتني تتكاثل تمشي بالخطوة بالخطوة. الانسان هذا اللي سبق وعرس وجاب صغار وعمل كل شيء من الاول صحاب هكا هو قال لك هكا وحشيته فهمتني كومباري في روحه بصحابه وصحابه فهمتني مازالوا ما عملوا حد شيء. عرس فهمتني ركع اموره وشد خديمه ركع جو. سبحان الله هذه الكلمه هذه يقول لك ما يسبق لسوق الا الخضار. والشاري اللي حاشتنا بيه فهمتني واللي باش يشري ياخو وقته حتى لين السوق مادام فاق ما تمهمل ما خذا قهوته ما واحد باش هبط للسوق باش يقضي. مشيت الايامات وجات الايامات وكما قلت لك هذه زاد كيف تمشي مع قصه الارنب والسلحفات. الارنب قامت تذب وبعد رقدت وخلطت عليها السلحفات وكمل ربحت. الطفل لك اللي سبق من الاول واللي عمل له وريقات وكل شيء عكس معاه الحياه طلق وتحشيل وعاود ارتبط وفي مشاكل وهم وسقط. بركونت الاخرين اللي خذاو وقتهم وكل مشاو وختيوا رغم اللي تعذبوا اليوم كان نجيو نشوفوهم نلقاهم اللي فيهم متهني ونلقاو فهمتني اللي فيهم اللي يحسن وضعيته واللي يحسن وضعيه دارهم. اش معناها يا حبيبي؟ معناها مش لازم انك فهمتني تكون سابق الناس في بالك راك حشيت وراهم. وهذه قصتي يعني قصة العبد اللي قدامكم اللي احكي لكم هذا هو سبقتهم الكل. وصلت معاهم انا عام 2014 عام 2015 عرست 2016 بالورق نتاعي على اول 2016 معناها ما قعدناش حتى عام وشوية. بعد فيسا جبت صغير مشيت الحياة سافا من الاول قلت هكا بعد تحشيلي تلاق وهم وسخط وراق وقضايا ومشاكل. الدنيا ذي علمتني اللي يمشي خطوة خطوة ديما يسلكها خير. اللي يبدا يذب فهمتني وينقز وما يخوش وقته باش يتعلم وقت اللي مش لازم ويتعلم وقتها يولي فهمتني لازم يتنقص راسه ويهبط يتعلم مفهوم الحياة. وذيك هي الدنيا. الحاجة الوباية هو الواحد مش يجري في كورسة مع الناس ومش يقارن في روحه مع الناس. ولكن فهمتني ساعات العبد كي يغلط حتى فهمتني في روحه ويشوف روحه واثقة من الناس ولا يشوف روحه أقوى من الناس ولا أخبث من الناس. الحياة تأكد له اللي هو فهمتني من أحقر ما فما في الحياة. والله هذه وما خيبها تحس بروحك فهمتني يعني ماكش كابابلي باش تعمل برشا حكايات وقت اللي كنت في بالك انت تقدر تعملهم. مش مشكل الواحد قاعد يعيش ويتعلم. واذا الدنيا فهمتني اليوم ما عطاتكش ومسحه بك زعكتها صدقني يا حبيبي مع شويه وقتها وتعطيك على خاطر كل واحد عنده لقمه في الحياه هذه وكل واحد ياكلها في وقته. اي انسان راك متغرب عندك سنين في الغربه وما عندك جبتش ورقك ولا ما عملتش حد شيء نهار اللي باش تجيب وراقك باش تلقى روحك خير من الاخرين على خاطرك ديجا تعلمت وفهمت نهار تجيك الوراق باش تعرف قيمتهم وتعرف كيفاش تخدم بهم وتطور بهم حياتك. غيرك اللي مازال وين جاي جديد وما يعرفش قيمه الوراق وجي الوراق بشوف حكايه سهله هو ما يعرف قيمتهم الا ما يخسرهم وما تعرف قيمه الحاجه اللي ما تخسرها. اصبر على قسمك. وذيك هي الغربه اهم حكايه في الغربه يقول لك اصبر. تبدا انت صغير ما تعرفش معناها اصبر. اصبر يا صاحبي تا كل شيء يجي في وقته. واذا مكتبت لك حاجه في الغربه توتكلها واذا مكتبت لك في بلاصه اخرى صاحبي تتكلها في البلاصه اللي مكتبت لك فيها رب. السلام عليكم.